في اليابان لو ضحكت في جنازة حتى لو كان عفوي ده يعتبر إهانة شديدة جدا، ففي بعض المناطق بيعملوا مسابقات تحكم في الضحك أثناء العزاء. الدنمارك لو في شخص عنده 25 سنة ولسه مش متجوز أصحابه بيرشوا عليه قرفة من فوق لتحت، ولو وصل 30 ولسه أعزب يبقى ياخدها شطة بدل الغرفة. فنلندا عندهم بطولة رسمية اسمها يشيل مراته ويجري بيها في مضمار فيه 100 وطين وحواجز، والجايزة وزن الزوجة بيرة أو أي مشروب حسب قوانين الدولة. الهند البصق على العريس لجلب الحظ، في بعض المناطق العروسة أو أهلها ممكن يعملوا حركة بصق وهمية على العريس كنوع من جلب الحظ والحماية من الحسد، بس طبعا الموضوع رمزي مش حقيقي. إندونيسيا ممنوع دخول الحمام بعد الزواج في قبيلة تيغونج. العرسان الجداد ما ينفعش يدخلوا الحمام لمدة 3 أيام بعد الفرح، عشان كده بيقللوا الأكل والمية جدا. لو دخلوا الحمام بيقولوا إن ده يجلب الحظ السيء للزواج. أمريكا تحدي أكل الفلفل الحار جدا، لو شفت اسم النبي اوعى تنسي تصلي عليه وتشترك في القناة. في بعض المدن بيعملوا مهرجانات لأكل كارولينا ريبر أكتر فلفل حار في العالم، واللي يكسب بياخد جايزة ويقضي الليلة في الحمام غالبا سنة كيتس. جنازة الدجاج جزيرة صغيرة، بيعملوا جنازة رسمية لو دجاجة ماتت فجأة، خصوصا لو كانت محبوبة، يحطوها في تابوت صغير ويمشوا بيها في موكب فيه